ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده تاني حلقه من حلقات السيلف كوتشنج، وحلقتنا النهارده عباره عن سؤال لازم نبقى محضرين اجابته في كل وقت. وسؤالنا هو: يا ترى لو وقفنا في مفترق طرق ولازم نختار طريق معين نمشي فيه، ايه الادوات والافكار اللي انا هدخلها عقلي اللي هتساعدني ان انا اختار الاختيار الصحيح؟ هنسمي الله ونجاوب على السؤال، وهحكي لكم مشكله وصلتني مؤخرا وهنطبق عليها الطريقه اللي احنا هنمشي بيها عشان نختار الاختيار الصحيح. واحده بتقول متجوزه بقالها 10 سنين وجوزها من كام شهر وفاجئها ان هو هيتجوز عليها، وبتقول احنا متجوزين عن قصه حب ما كانش في اي مشاكل ما بيننا. طيب بغض النظر عن تفاصيل المشكله دلوقتي، هي عندها حل من اتنين: يا اما ان هي تختار ان هي تتطلق ودوت طريق هتمشي فيه اللي هو الانفصال، او تختار ان هي تقبل ان يبقى في زوجه تانيه في حياه جوزها. طيب ايه الادوات اللي هتساعدها وايه الافكار وايه الطريقه اللي هي المفروض تفكر بيها؟ طيب اول حاجه لازم ان ابقى عارف ان انا طالما وقفت في مفترق طرق، يعني وقفت محتار مش عارف اختار الطريق واحد او الطريق اتنين، يبقى معناها ان الطريقين هيسببوا الم ومعاناه بالنسبه لي، سواء الطريق ده او الطريق ده. دوت هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا اتوقع السيناريوهات اللي انا هتحط فيها. والله انا لو اخترت الانفصال، هل هقدر ان انا اصرف على اولادي هيعيشوا معيشه كويسه؟ هل الاب ده مهم في حياتهم ولا لا؟ طيب لو اخترت الطريق الثاني وهو ان انا اقبل ان يبقى في زوجه ثانيه في حياته، هل انا اقدر اتحمل الم ومعاناه ان انا اقبل ان يبقى في حد ثاني بيشاركني في جوزي؟ انا توقعت الالم ان انا في الطريق الاولاني والالم اللي في الطريق الثاني، خلاص عشت التجربه، توقعت انا ايه اللي جاي عليه علشان ده هيحميني من الصدمات بعد كده. خلاص انا بقول لنفسي طول الوقت انا عارفه ان انا لو اخترت الطريق ده هعاني من 1 2 3، ولو اخترت الطريق ده هعاني من 1 2 3. تمام؟ اول حاجه عرفنا المعاناه اللي هتقابلنا في اي طريق. تاني حاجه ايه بقى اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وهيساعدني ان انا اختار الطريق رقم 1 والطريق رقم 2 غير تخيلي للمعاناه دي والمعاناه دي، وانهي معاناه انا هقدر ان انا اتحملها اكتر؟ الاولويات. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الاولويات وقد ايه الاولويات ديت مهمه في حياتنا. انا خلاص عرفت المعاناه اللي انا هعانيها في الطريق دوت، طيب ايه اللي هيساعدني ان انا اختار ده او ده؟ اولوياتي. انا اولوياتي ايه؟ يا ترى سلامتي النفسيه وان انا ابقى من جوه مش تعبانه ومش مرهقه نفسيا عشان في زوجه ثانيه، ولا لا انا اولادي دلوقتي محتاجين وجود الاب ده في حياتهم، محتاجين الباور المادي اللي هو بيديهولنا؟ الاولويات هتساعدني جدا 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 ان انا اختار الطريق 1 او الطريق 2. يبقى خلاص عرفت المعاناه، حددت اولوياتي. ثالث حاجه واهم حاجه، ودي لو مش موجوده في اي حاجه بنبتدي فيها، عمرنا ما هنحمي نفسنا من الاحباط ولا هنحمي نفسنا من الصدمات، وهي التوكل على الله. هتقولي لي كلنا متوكلين على الله، الحمد لله كلنا متوكلين على الله، بس كم واحد فينا لما بيحصل اخفاق او يلاقي ان اختياره غلط بيقول انا عملت اللي عليا وسعيت والنتيجه ديت بتاعت ربنا؟ يا جماعه انا مش مغسل وضامن جنه، دي حاجه مهمه جدا، لان وارد ان انا اكون اختياري غلط، وارد ان انا اكون فكرت وعملت حساباتي واولوياتي وكل حاجه، بس سبحان الله ربنا ما كتبليش النجاح والتوفيق في الاختيار ده. طيب اعمل ايه بقى؟ اعيط ولا ارجع وافكر نفسي على طول ان احنا ما علينا غير السعي والنتيجه دي بتاعت ربنا؟ انا هنا سعيت في ايه؟ سعيت ان انا فكرت وتخيلت وقلت ده انا هستحمل فيه كذا وكذا وكذا واولوياتي كذا، يبقى خلاص هو ده الطريق المناسب، هو ده الطريق اللي انا شايفاه دلوقتي صح. هل النتيجه مضمونه؟ مفيش حاجه مضمونه. يبقى دايما 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 غلاف التوكل على الله دوت هيبقى غلاف لاي مشروع احنا هنخشه. وانا بربي اولادي وانا بتعامل مع زوجي وانا بتعامل في الشغل، انا ما عليا غير السعي والنتيجه ديت بتاعت ربنا. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. قولوا لي كده في التعليقات بتعملوا ايه لما بتقفوا في مفترق طرق ويبقى لازم تختاروا طريق معين تمشي فيه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.